كلام كتير قوي هنتكلم فيه عن مباراة الزمالك ودي كدها الصومالي. تعالوا بس نتكلم واحدة واحدة بس، ونبتدي أول حاجة بالتشكيلة. تعالوا نبتدي بالتشكيلة وبعد كده نشوف إيه الحاجات التانية اللي كانت في المباراة اللي هنتكلم فيها. أولا كده إحنا معناش مدرب، بجد معناش مدرب. تمام. التشكيلة بدأ بمحمد صبحي. طب ليه ما تبدأش بعواد حضرتك؟ هل الماتش مهم قوي؟ لا. طب ما تلاعب عواد عشان يبقى عندك فيه حارس في الفورمه. افرض الراجل اتصاب، محمد صبحي اللي انت معتمد عليه اساسي. ماشي، ابتدى بصبحي مع ان دي انا شايفها مش حلوه، بس يلا. الونش ومحمد اسماعيل ماشي. فتوح وعمر جابر لغايه دلوقتي تمام. سيف جعفر ومحمد السيد، يعني بجد والله، مين محمد السيد؟ بيعمل ايه يعني؟ ايه لازمته في الارض عشان تلعبه هو وسيف جعفر؟ ولا ده بيلعب ستة ولا ده بيلعب ستة؟ ولا انت شايف ان يعني مركز ستة ما في الارض عادي، يعني ما يكونش فيه حد بيلعب من غير ديفندر صريح؟ بل برضه بيحضر للكارثه اللي كانت موجوده قبل كده، سيف جعفر اتسبب فيها في خساره الزمالك بنزوله في رقم ستة. محمد السيد لاعب مش موجود اساسا، والحمد لله والله والله وربنا شاهد عليا انه ساعه ما دخل يشوط ضربه الجزاء قلت ان شاء الله يضيعها. تخيل، قلت ان شاء الله يضيعها وبالفعل ضيعها. لاعب ما عندوش اساسا اساسيات الكوره، وشايف نفسه قوي وعامل فيها مارادونا. امال لو بتعرف تلعب يا ابني شويه كنت هتعمل فينا ايه؟ قال ايه؟ راح يتكلم مع لالي. انت عارف لو اتكلمت مع اي حد، انا لو مسؤول في النادي همشيك وقت يا باشا. انت عايز تمشي اتفضل امشي وببلاش، انت لاعب لا يعني مفيش كوره اساسا. المهم، بدأ بمعالي وشيكو بنزا والجزيري وشريف. بيلعب شريف غلط. بتلعب الجزيري ليه؟ بتلعب الجزيري ليه؟ بجد طالما عندك عداد الدباغ بتلعبه ليه؟ هل الجزيري هيبقى اساسي الماتش اللي فاتت؟ والحمد لله ان الجزيري لعب النهارده، عشان الكلام اللي انا عايز اقوله. شيكو بنزا واضح جدا انه البدني بتاعه واقع وانه عايز مطوشه كتير قوي 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 قوي. احمد شريف يا ريت تختار له مكان يلعب فيه صح، لان انا حاسس ان هو عنده امكانيات عاليه بس انت بتوظفه في مكان مش في مكانه. ده يانيك فيريرا اللي اعتقد بسببه هنبطل نتفرج على كوره. انا بتفرج مثلا على الماتش 60 دقيقه انا ماسك التليفون وبعمل حاجه تانية، بسبب ان مفيش ولا جمله بتتلعب ولا اداء بيتلعب ولا اي حاجه بتتلعب ولا اي شيء. مدرب مش موجود فعليا، مدرب مش موجود خالص. شايف ان اللعيبه بتضغط، مش عارف، حتى الكاميرا ما بتجيبش عليه لقطات لان هو ما بيعملش حاجه. شايف الزمالك بيتضغط عادي، طب ما فيش جمل بتتلعب عادي، طب ما فيش باص بيتلعب صح برضه عادي، كله عادي بالنسبه له، هو واقف على الخط كده. تبديلات، حتى التبديلات غلط في غلط، اماكن غلط. اللعيب مثلا بيأنن او بيباصي غلط عادي، ما بيتكلمش ما بيزعقش، ملوش اي ترجمه فعليا بره. وهو زائد ان هو مفيش مدرب، الزمالك بيلعب بدون مدرب. مجلس الاداره لو استمر على المدرب ده يبقى انت بتودي نفسك في داهيه او بتودي نفسك في كارثه فعليه، لان انت بتشارك حد او بتخلي حد يتولى فرقه ما عندوش اي فنيات او صلاحيات في الملعب او حتى اي شيء يقدمه لنادي الزمالك، ولا حتى ولا اي فرقه ولا اي فرقه. مش الزمالك بس، ده مدرب على الله حكايته. شت، يطير. يطير ليه؟ الزمالك عنده اللقاء الجاي البنك الاهلي، بعد البنك الاهلي هيسافر عشان يلعب بيراميدز اعتقد يعني. انت هتلعب من اقوى الفرق اللي في افريقيا، بيراميدز. هتلاعب بيراميدز من اقوى الفرق في افريقيا بالمستوى ده؟ بلاش هتلاعب البنك الاهلي بالمستوى ده. طب افرض بقى، بصوا بقى، افرض البيليا لعبت معاه وكسب البنك الاهلي مثلا وكسب بيراميدز، الاداره هتقول لك نستنى بقى عليه، الراجل بيعمل حلو. ده الراجل ده مفيش، الراجل ده مفيش كوره، مفيش اداء، مفيش فنيات. الاربعه اللي امامنا في الصوره وهزود عليهم حسام عبد المجيد ومحمد السيد. اولا كده شيكو بنزا عايز لقاءات كتير وعايز وقت اكتر وعايز حد يكون معاه زي مدرب اضافي، لان انت ما عندكش مدرب يا ابني. انا بشفق عليك بجد بصراحه. اما احمد شريف، احمد شريف طبعا يعني الف سلام عليك وان شاء الله تكون الاصابه بسيطه. لاعب كويس، ولكن انا شايف ان انت مظلوم، مش يعني بتلعب مش في مكانك، يعني هو اللي ظلمك. انا حاسس ان هو اللي ظلمك لان انا شايف ان انت عندك امكانيات كويسه. اما بقى سيف جعفر، لاعب طري قوي، طري قوي 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 قوي، وبقاله سنين ما بيطورش من نفسه خالص. عنده مصباص غريب، ساعات الاقي عنده جرينتا ساعتها ما فيش خالص. فانت معلش يعني انت بتتكلم في لاعب عنده 27 سنه، امتى هتبقى عندك الجرينتا او عندك الحميه او عندك اي حاجه تقدمها للنادي؟ ما عندكش طبيعي. فامشي احسن. الجزيري
اثبت النهارده الحمد لله يعني بمشاركته اللي هي كانت خاطئه، ولكن الحمد لله ان هو شارك. اثبت ان هو لاعب احتياطي وما ينفعش يلعب ولازم يرحل في يناير. اثبت، ده اتثبت يعني، اتثبت النهارده الحمد لله يعني. وانا عارف ان انتوا اداره فاشله، كنت بتعشم فيكم ان انتوا تبقوا حاجه، بس انتوا اداره فاشله فعليا. لما تصبروا على اللي انتوا شايفينه دوت، الاداء بيضعف بعد ما الاداء مثلا ممكن يعلى، لا الاداء بيضعف. فانا شايف ان ده فشل منكم وفشل ذريع، ودي وجهه نظري. تعالى بقى لحسام عبد المجيد، واضح انه مش مركز، وطالما مش مركز امشي ما توجعش دماغي. تعالى لمحمد السيد، ما عندوش كوره، ما عندوش فنيات، وعامل فيها حاجه وهو مش حاجه، فبرضه يمشي. ما تبقاش على لاعب عايز يقعد او مش عايز يقعد. وانت مش عايز يقعد، يلا يا حبيبي امشي، يلا يا حبيبي امشي على طول. في غيرك عطشان وعايز يلعب كوره، في غيرك عايز ياكل النجيله. ده اللي عندي.